في عليه آثار تعذيب؟ لا طلق ناري؟ يوجد على سطح الجثة أي أثر كبير. اليوم دكتور أكرم، الذي شاهدنا اليوم الطفل هو نفس الطفل اللي كشفت عليه حضرتك؟ نعم نعم نعم، هو بعينه هذا الحدث وسائقه وصوره لدى القاضي. يوجد لدى حضرتك أو الجهة المختصة الصور؟ شو شفت بأخلاق الطبيب ونعلمهم بشفافية أن الطفل لم يتعرض لأي تعذيب قط، ولا يوجد أي طبيب شرعي يخفي سببا لوفاة أو آثار لتعذيب. شو كان سبب الوفاة دكتور؟ إذا حدث إخفاء هذا الموضوع فهي جريمة يرتكبها الطبيب الشرعي. طبعا لأن حضراتكم أكيد أنتم محلفون وأقسمتم يمين وأنتم مسؤولين أمام الله وأمام أنفسكم والشعب. لا يوجد حالة إذا طبيب شرعي أخفى قصة تعذيب يا أخي، يعني أولا مخطئ، ثانيا مجرم يا أخي، أنت طبيب شرعي محلف. نعم. إنما ظهر على سطح الجسمان المرحوم هي عوامل أو تقدم عوامل تفسخ، لأن المدة الواقعة بين لحظة الوفاة وتسليم الجثة كانت فترة زمنية طويلة لأسباب يعني قضائية أو مهنية. يعني حتى اللي ما عنده هذه العلامات هي علامات تفسخ، ولخصها بما يلي. نعم. ميل اللون إلى الأزرق البني. يعني أي طبيب شرعي بيعرفون انتفاخ الوجه واليدين والجسم، الانسلاخات الجلدية، الفقاعات الغازية، تشكل الشبكة الوريدية هي اللي فسروها على أنها تعذيب. هي تقدم عوامل التفسخ الطبيعي بالإنسان، إنه بعد فترة من الوفاة تظهر الشبكة، نحن نسميها الشبكة الوريدية أو الوعائية، وهي عبارة عن عملية تفسخ ضمن الأوعية الدموية. طيب، أريد أن ننوه أن الإصابات التي وقعت على المرحوم هي إطلاق نار في حادثة معروفة التفاصيل لدى القاضي، وإنما ظهر على شكل وصفات وموجودات الفوهات النارية يثبت أنها حياتية، حتى ضمن الصورة اللي فرجونا إياها اللي بيتمعن فيها إذا كان طبيب يعرف أنه هي حياتية، أي حدثت أثناء الحياة وليس بعد الوفاة، وهي كانت سبب الوفاة وليس ناجمة أنه بعد ما توفى أطلق عليه النار. طيب، رحمه الله بالتأكيد، ورحم الله كل الشهداء بالتأكيد. تفاصيل قضائية ما دخلنا فيها، بس الحادثة معروفة. اسمح لي دكتور أكرم، متى تم تسليم يعني الجثمان لأهله؟ بعد أكثر من شهر والله، يعني من يومين الماضيات. ويعني ولذلك اليوم يعني هذه الآثار التي ظهرت على هذه الجثة والتوقيت اليوم، توقيت يعني ظهور هذه الصور اليوم على بعض الفضائيات العربية. هلا أنا أرجو إنه يعني نعرف إنه يحق للأهل يشوفوا رؤية ابنهم لحظة الصور موثقة عند القاضي. أي واحد أو محامي أو شيء بيراجع القاضي بيشوف الصور لحظة الوفاة. لا يوجد أي حدث تعذيبي إطلاقا. أنا أتشكرك دكتور أكرم الشعار من دمشق، الدكتور الذي يعني أشرف بموضوع ما يتعلق بالتشريح والطب الشرعي على الطفل حمدي الذي عرضت صوره اليوم على بعض فضائيات العرب، والتي قيل بأنه قد تعرض لتعذيب على يد السلطات الأمنية السورية. مشاهدينا، بالتأكيد الكل بلا استثناء يدين أي عمل إجرامي ضد أي مواطن كان بريء، وبالتأكيد اليوم كل السلطات السورية المختصة هي تتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية في التحقيق عن ملابسات ما جرى، وبالتالي الظهور بنتائج لتظهر على الرأي العام بكل الجرائم التي ترتكب بحق أي مواطن أيا كان انتماؤه أيا كان مكانه في هذا البلد الطاهر. رحم الله كل الشهداء، ورحم الله طبعا هذا الطفل حمدي الذي عرضت صوره اليوم. دكتور أنيس.